صباح الخير على الساده المشاهدين شاهدوني من على اليوتيوب. اليوم في عندي جهاز، في ناس بتوضب عندنا في الشيخ زايد. بصراحه بشكر المسؤولين القائمين على تطوير المدينه. همت اي مخالفات بيعملوها بيشيلوها اهوت، زي ما شايفين اهوت نظافه الشارع اهو. ناس طيبين جدا، انا بحبهم بصراحه. بحب اشرب معاهم شاي اهو. ده الشارع اللي انا اسكن فيه. الناس ديت على طول هم بينظفوا. مكان جميل جدا وانا بحب قوي قوي الناس دي اهو. شايفين يا جماعه؟ دي منطقة أنا دايما ما فيش حاجة بتتركن خالص نهائي، وأي حد بيركن حاجة بتعمل له مخالفة على طول فورية. أنا مع حميد أهوت والراجل المحترم. شايفين دي حاجات ناس بتطور في الشقق. اصب على كل اصحابي كلهم واصدقائي واولادي واحفادي، بقول لهم حاجات برضو من الحاجات اللي بحب انا بعملها، بحيث ان الناس برضو محدش يركب مخالفات في الشوارع او اي حاجه زي كده، عشان الشارع بيبقى جميل. ودي بتلوث المكان والناس تحافظ على النظافه. ادي برضو مكان البراميل اهو، نشروه ونضفوه اهو مكانه. الزراعه برضو بشكر الزراعه اللي هم قائمين على الزراعه. المهندس ساهر برضو راجل كويس جدا جدا. وبحيي الجهاز الشيخ زايد على تطوير الاماكن اللي هي من اي حاجه مخالفه برضو. بصراحه بشكرهم، بشكر كل اصحابي، وبقول للناس اللي بتتفرج عليا يعملوا لايك ويعملوا اشتراك. دي حاجات الناس اللي هي بتطور المكان. هم دول شايفين ناس بتنظف الاماكن، ناس قائمين دائما على خدمة المكان. صراحة ما كانوش حاجة وراهم. شايف يا نور بمسي صب على اصحابي كلهم على الخدمة الجميلة. ولما بطلب اي حاجه منهم كمان خلي بالكم، والله ساعات بلاقي اي حاجه حتى لو مش تبعنا يا جماعه، هم قاعدين يشيلوا لنا المخالفات دي، بيشيلوا كل حاجه بس بالكلمه الحلوه. يعني ممكن هم بيشتغلوا ما بيتكلموش، ناس طيبين ولا بيقولوا اي حاجه وفي حالهم كده فالناس المفروض مثلا راعي هذه ظروف المكان ويحافظوا على المكان. الناس اللي بترمي زباله في الشوارع، والناس اللي بترمي حاجات مخلفات في الشوارع، على الاقل من الناس مش عايزين منهم حاجه اكتر من ان هم بس يحافظوا على النظافه والمكان وكده. هم ناس لا بيطلبوا حاجه من حد ولا حاجه، وهم ناس على الله، واقل حاجه بترضيهم
بس ايه المعامله، اديني معامله، يعني الناس تتعامل مع الناس باحترام وحرفيه. لان هو زي ما انتم شايفين الشارع جميل ازاي، الشارع جميل ازاي اهو، شايفين المنظر الجميل ده. الناس لو هي مثلا تلتزم بالنظافه وتحافظ على النظافه، ما ترميش مخلفات جنب براميل الزباله، يعني على الاقل يعني تبقى حاجه كويسه. والناس ما ترميش اي مخلفات ولا ترمي اي حاجه من الشبابيك، والناس تبقى راكبه العربيات وترمي الزباله في الشوارع، ويعني حاجات زي يعني من هذا الموضوع. بصوا اهو، شفتوا النظافه اهو، شفتوا الشارع من الشوارع بس صب على اصحابي، بقول لهم عملت الحلقه دي عشان اللي يشوفها يحاول يعتني بالنظافه، ما يحاولوش يعني ايه يوسخوا. يعني المفروض اي حد بيعمل اي حاجه على الاقل يعني يعباه في شكاير، والناس ما بتتاخرش، الناس ما ترميش كده في الشوارع وخلاص في اي حاجه. اهو بص المنظر كان هنا، الحمد لله بقى شكل جميل جدا ازاي اهو. الحاج الحميد اللي ماسك اللودر ده حبيبي وصاحبي يعني، مع محمد اهو كمان شقيان اهو. شد حيلك يا محمد، انت هتنام ولا ايه؟ شد حيلك، جدع يا محمد جدع، ناس طيبين قوي 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 على الله. سواء النقل اهو قاعد اهو، صب على كل الناس اللي هي تشوفنا على اليوتيوب. اسال الله صباحكم، صب على محمد ابني، صباح الابتسامه والهنا والسرور عليك يا محمد يا هاشم، انت وعيشه ورحمه ومنال وكل اخواتي واصدقائي اللي على اليوتيوب كلهم، بصب عليكم بقول لكم يعني حاجه بس قلت اقولها لكم عشان الناس تحافظ على الاماكن اللي هي بتبقى قاعده فيها وساكنه فيها. بصبح على عمر صبري وعلي صبري عبد الدايم، كل على نور حفيدي ومحمود حفيدي، وعلى كل عائلتي كلها وعائلات كل، صب عليهم كلهم جميعا. هذه الاماكن اهي شفتوا ونظفوها. اقول لكم الى اللقاء في حلقه جايه مع عزمي اسماعيل، الى اللقاء.